عليكم. اوعى تعمل الحركة دي بعد ما تاخد الأدوية اللي هقول عليها، لأن لو عملتها هتعمل لك التهاب في المريء، وتعمل لك حرقان في الصدر، وتعمل لك وجع في الصدر، وتعمل لك صعوبة في البلع، وتعمل لك وجع كمان أثناء البلع. ايه الأدوية دي؟ الأدوية دي وايه الحركة دي؟ أقول الأدوية الأول وأقول ايه الحركة اللي ممنوع تعملها. الأدوية دي زي بعض المضادات الحيوية، زي حاجة اسمها تتراسايكلين مشهورة في الصيدلية باسم تتراسيد، زي حاجة اسمها دوكسيسايكلين مشهورة في الصيدلية باسم فيبرامايسين، وطبعا في أسامي تانية كتير بس أنا هقول نموذج بس، والكليندامايسين اللي موجود في الدلاسين سي. برضو في أدوية تانية بتعالج هشاشة العظام، أقراص اللي بتتاخد كل أسبوع، الأدوية اللي بتاخد قرص في الأسبوع، زي الفوزاماكس، الفوزافانس، زي الإباندروكير، زي البومبروف، وزي البونابكس. في برضو بعض المسكنات زي الأسبرين طبعا أشهر واحد، وزي البروفين. في برضو أدوية تانية زي الأملوديبين ده اللي بيعالج الضغط العالي، زي النورفاسك، وزي الأملوديبين بنفس الاسم كده، أو الأمايلو. برضو في الحديد اللي على شكل أقراص مش على شكل كبسول. لو الحديد اللي أنا باخده على شكل أقراص برضو احذر الحركة اللي هقول عليها دي. طب إيه الحركة دي؟ الحركة دي اللي انت تاخد الدواء وقبل ما يعدي على اخد الدواء نص ساعة تنام او ترجع ظهرك لورا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممنوع اللي انت تنام بعد الادوية دي او ترجع ظهرك لورا، لازم تفضل في وضع زي ما بيقولوا 90 درجة upright position. تمام، تبقى قاعد على الكرسي كده ظهرك مفرود، مش مايل لورا. ليه؟ لان الادوية دي في بعض الادوية منها مجرد ما بتعدي على المريء بتعمل التهاب في الجدار بتاع المريء، فبالتالي هتعمل لك الالام اللي انا قلت عليها. وفي بعض الادويه منها بتبقى حمضيه، البي اتش بتاعتها قليله، فالحمضيه بتاعتها دي بتخلي التهابات في الجدار او البطانه بتاعه المريء. وفي احيانا المريء بيبقى فيه مشكله فبيخرج الادويه دي ببطء، فلما بتخرج في بطء بتفضل محتكه بالجدار بتاعه فتعمل لك التهاب المريء اللي احنا بنقول عليه، وتعمل الاعراض اللي احنا قلنا عليها. طيب، يبقى بالتالي لازم ما اعملش الحركه دي، وكمان اشرب ميه كتير بعد الادويه اللي انا قلت عليها، وكمان يفضل اللي انا اخدها بعد الاكل. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.